كان هناك رجل عجوز يعاني من مرض في القلب. قرأ مقالا عن فعالية علاج الديدان الماصة للدماء، فحجز موعدا على الفور. عندما وصل إلى المكان المحدد وجد نفسه أمام مستشفى قديم جدا، وكانت هناك ممرضة تنتظره. لاحظ أن المكان كان خاليا من المرضى، وعندما سأل عن ذلك أخبرته الممرضة بأن جميع المرضى في الداخل نائمون بسلام. ثم أخذته إلى غرفة وطلبت الممرضة من الرجل أن يستلقي على السرير على بطنه، ووضعت عليه ديدانا صغيرة. طلبت منه أن يغلق عينيه وينام. بعد فترة وجيزة شعر بثقل على ظهره، ففتح عينيه ليرى مخلوقات غريبة تشبه الوحوش تمتص دمه بشراهة. كان خائفا جدا، وحاول الرجل أن يبعدها، لكنه قد أصبح ضعيفا جدا ولا يستطيع تحريك نفسه. ثم اقتربت منه الممرضة وقالت بابتسامة باردة: ها هم أطفالي، سيأخذون منك كل ألمك ومعاناتك ليمنحوك الراحة الأبدية.